انا امبارح قلت لها تنزل العيل، انا مش عايزه. يعني ايجار. السلام عليكم. الله وبركاته. ايه يا عم مالك؟ اللي بعمل لاختك بتعمله اقعد بس كده الاول، اقعد بس. انا زهقت اقعد يا بس، عم. ايه ده بس كده؟ سمي الله. ايه خير يا ربي؟ صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. طبعا انت عارف ان عندي 3 عيال، اختك وعاء وانت عارفها. ربنا يزيد ويخلي. جيت في مره في يوم قلت لها يا بنت الحلال كفايه علينا كده، انا مرتبي على قد المجموعه دي، هو ربنا رزقي على قد كده، فبلاش نجيب عيال تاني عشان انا مش الدنيا مش احسن حاجه زي ما انت فاهم، الدنيا على قدها معايا. ماشي. طب هي قالت لي تمام، اسمع بس للاخر، قالت لي تمام و100 100 ومفيش اي حاجه. قلت لها حلو. جيت بعدها ب3 شهور او بشهرين ونص، مش فاكر قد ايه بالظبط، فجاه اكتشف امبارح ان هي حامل في الرابع. ينفع؟ طب انتوا خدتوا وسيله ولا ما خدتوش؟ ما اعرفش، هي قالت لي ماشي انا هعمل كل المطلوب. يعني هي انا ما اعرفش بقى، راحت مستشفى ما راحتش، عملت ما عملتش، بس اللي انا شفته منها امبارح هي داخله عليا جايه مبسوطه ومنشكحه، انا حامل ومبسوطه. يعني هي اساسا كل اللي انا حكيته لها نفضت، طلعته من دماغها ولا شغلت بالها، وهي عايزه تنفذ اللي في دماغها. ماشيه بقى بطريقه مين؟ بص يا عم، بطريقه ايام زمان. بص يا عم محمد، عايزه تمسك الراجل. بص يا عم محمد، طب اصبر خلينا نكمل كلام. عايز تمسك الراجل خليه في عيال كتير، ده مفهوميه غلط. ربنا بيقول لك اعقلها وتوكل. انا راجل عقلتها، هو ده دنيتي، ده حياتي، انا ما عنديش، مش هعرفش اعدي الليفل ده، اجيب رابع ليه؟ والدنيا ماسكه نفسها بالعافيه. بص يا سيدي، صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. مفيش حاجه جت في الدنيا ديت الا ولها رزق. فهمت ازاي؟ يا عم يعني اللي جاي في الطريق او اللي جاي في السكه او اللي جه ماشي ايا كان، اللي اتولد قبل كده واللي اتولد واللي هيتولد بعد كده، كل حاجه بتتخلق وليها رزقها عند ربنا. بيتخلق كل حاجه، رزقه وعمره وحياته وجوازه وعيشته كلها. يعني مفيش حاجه بتيجي كده من عند ربنا الا برزقها. حلو. فهمت ازاي؟ حلو. وده ربنا شاء وقدر. هتقول له لا؟ لا هتمنع؟ ما هترد قضاءه. انا عارف ان انت على قدك، بس ممكن سبحان الله اللي جاي ده اهو يفتح لك باب رزق تاني واسع ما تعرفش هو جاي منين. فهمت؟ انا بقول لك ممكن يفتح لك باب رزق انت ما تعرفش، ويكفيك ويكفي اللهم صل على النبي عيالك كلهم. هي سبحان الله بيبقى الرزق بيجي سبحان الله. في الناس تقول لك البنات وناس تقول لك الصبيان، لا سيبك من الحوار ده. البنت والولد كله عند الله سواسية، بس كل حاجة بتيجي برزقها. ممكن دي يبقى رزقها أوسع من التاني ورزقها أكبر من التاني. أنا فاهم قصدك، أنت خايف عن إنك أنت مش هتقدر تكفيهم. صح؟ بالظبط، ده أساسك. صح. أو تفكيرك. وما قلتش إن ربنا مش هيرزقني. ما أنت ما فكرتش في الخالق. الخالق هو بص. لا ما تقوليش ما فكرتش، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا بيقول لك اعقلها وتوكل. اعقلها. ما هو انت ما يبقاش عندك 100 عيل وما انتش لاقي تاكلهم ولا عارف تصرف عليهم ولا عارف تعلمهم. هو ده صح؟ هو ربنا قال كده؟ لا. خلف واظلم؟ لا. ما تخلف 2 3 حلوين زي القمر، واحد مهندس واحد دكتور واحد مش عارف ايه. ماشي يا محمد، بس العقول كلها مش زي بعضها. طب ما انا فهمتك. العقول كلها مش زي بعضها. هي مركبه دماغها على كلام امك، تمام؟ عايزه تمسكي جوزك عشان ما يتجوزش عليكي، خلفي كتير. ده فكره غلط، دي فكره غلط. انت كده بتحطميني، بتخليني ولا عايز اتجوز جديد ولا قديم. عموما انا مش هقول لك ان هي مش غلطانه، لا هي ممكن تكون غلطانه بس برضو ما نعرفش، برضو لازم ممكن يكون لها وجهه نظر ثانيه. فاهمني ازاي؟ انت عندك ايه؟ مش عندك 3 عيال؟ ايه؟ ولدين وبنت ولا ايه بالظبط؟ انت مش عارف ايه يا اختك؟ طيب خلاص ماشي، بتقول لي بس عشان اقول لك انا حلها ايه اللي في دماغها ايه. ولدين وبنت. صح، هي في دماغها ان هي عايزه تخول بنت، تخليها بنت. افرضي جواله. افرضي جواله. هو احنا بقى دي مشكله بقى ايه؟ مشكلتنا كلنا. نيجي لما نجيب ولد يقول لك لا ده كان نفسي في بنت، لما تجيب بنت لا انا عايز ولد. يقعدوا بقى يتكلموا انا عايز ولد ولا بنت. لا، كل اللي بيجيبه ربنا حلو ماشي. والنساء ناقصات عقل ودين. فاهمني ازاي؟ يعني ممكن يكون دماغها معلش بس انت مش هتيجي تخرب البيت. فاهمني ازاي؟ وتزعل منها وتتضايقوا ويحصل مشاكل، عشان في الاخر عايزين نوجه ايه؟ انا هقعد معاها وهكلمها
لا انا خلاص؟ جبت معاها الاخر امبارح. لا معلش انا لا، بقول لا، لك لا، 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 اهو. طب مش عشان عايز الكلام خاطري الآخر. امال انت جاي تشتكيني ليه؟ ما انا جاي اشتكي اقول لك اه. على حاجه. اه انا امبارح قلت لها تنزل العيل، انا مش عايزه. يعني ايجار. اه. لا ما ده حرام. حرام ازاي؟ حرام برضه. حرام. دي رزق بقول لك من عند ربنا وربنا بعته. هتموته؟ يعني كنا في الجاهليه كانوا بيوئدوا البنات اللي يجيب يخلف بنت يموتوها بحي وهي حيه كده ويدفنوها. احنا مش هنرجع للجاهليه تاني. نقعدنا في عصر لازم نقتنع. مش مشكله، خلينا في ده. الايجاد حرام. انا بقولها لك الايجاد حرام. خلينا في ده. نمشيه لحد الاخر وبعد كده نتكلم ونقعد معاها ونقنعها ان خلاص كفايه بنت كده حرام. يعني ايه؟ ما عادش ينفع. يا عم ماشي، وأنا خلاص؟ معاك للآخر. تمام؟ انا معاك للآخر. تمام. بس زي ما انا أنت هقعد قلت. معاها برضو، لازم اقعد معاها وبص بص هدي لها من تحت مش هسكت لها لان هي فعلا غلطانه. انا مش عايز اقول لك هي مش غلطانه، لا هي غلطانه. بس نرجع برضو في الاخر كلنا نقول ده رزق ربنا، ما نقولوش لا. وانا ما قلتش حاجه. ماشي. وفكره الايجاد لا لا لا. ماشي خلاص. يا عم تمام. انت اقعد مع اختك وكلمها، ويا عم الرابع مش مشكله، بس كفايه قوي كده. ماشي يا ابو كتر كفايه خيرك عشان وربنا نعرف يرزقك. نمشي دنيتنا، ان شاء الله خير باذن الله، وان شاء الله الامور هتبقى احسن. بدل ما نظلم ثلاثه ونعلم وبرضه واحد. خلي املك في ربنا. املك في مش ربنا عارف أقول إيه هو. والله العظيم انا مش عارف أقول إيه. معلش. يا عم خير ان شاء الله. خير. شاركونا يا اخواتي في ارائكم، هل ده صح غلط؟ الايجاد صح ولا غلط؟ الخلفه كتير صح ولا غلط؟ انا بقول لك ايه، انا عايز عزوه، هل ده صح ولا غلط في الايام اللي احنا فيها؟ الدنيا. السلام عليكم.